المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا يزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وضلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحوم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن مسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه جاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم اللهم سن وجوهنا باليسار ولا تهنا بالإقدار فنسترزق ظالم برزق ونستعطف شرار خلقك ونستغل بحمد من أعطانا ونبتلى بدم من منعنا وأنت من وراء ذلك كله على العطاء والمنع اللهم كما صنت وجوهنا عن السجود إلا لك فصن عن الحاجة إلا إليك بجودك وكرمك وفضلك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين أغننا بفضلك عمن سواك وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة.
الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة وبالقبول وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذريته وأهل بيته وثم إلى روح جميع الأولياء والشهداء والصالحين وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من شارق الأرض إلى مغاربها ومن يمينها إلى شمالها وثم إلى روح والدينا ووالدكم أماتنا وأماتكم أمات المسلمين أجمعين شيء لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشرف. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد المصطفى الصديق المصدق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أحلى الورى منطقا وأصدق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب عشاق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما صلى الله عليه وينصر
ينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم يا رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك قلت كيائي السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك الأزكياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أحمد يا حبيبي صلى الله عليه السلام عليك زين الأنبياء صلى الله عليه السلام عليك طه يا طبيبي صلى الله عليه السلام عليك زين الأنبياء صلى الله عليه
الله عليك السلام عليك زين الأنبياء صلى الله عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام على المشفع في القيامة السلام على المضلل بالغمامة السلام على المشفع في القيامة السلام على المضلل بالغمامة السلام على المتوج بالكرامة السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء
فاز وافنى تسليمي تسليمي تهدى إليك يا طه والصلاة الباري الباري تترى عليك يا طه جئت بالخير يا نبي والدين اليسر يا نبي جئت بالخير يا نبي والدين اليسر يا نبي من يخطو خطاه فاز وأفلى. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطان الواضح برهان المبسوط في الوجود كرم وإحسان صلى الله عليه تعالى مجده وعظم شانه خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علما وبسط لهم من فائد المنة ما جرت به في أقداره الجسم صلى الله عليه فأرسل إليهم أشرف خلقه وجل عبيده رحمة تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت أثر شرفه في عوالم الشهادة والغيوب صلى الله عليه فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان سورة كاملة ظهرت في هيكل محمود صلى الله عليه فتعطرت بوجودها كناف الوجود وضرجت برد العوالم بتراز التكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع صلى الله عليه فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان صلى الله عليه ليتشرف بوجود الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابق فضل الله على هذا الحبيب يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عم الأنام نوالا جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا صلى الله عليه قد ترقى في الحسن أعلى مقام وتناهى في مجده وتعالى لاحظت العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيح ضلالا صلى الله عليه وهو من فوق علم ما قد رعت رفعة في شؤونه وكمالا سبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان
ويحار في تعقل معانيه الجنان انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلقي نور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن فاجأت هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان صلى الله عليه تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعد وتلوح على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهد صلى الله عليه وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرض ونفله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا صلى الله عليه فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا وكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا صلى الله عليه فما أعظم من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسع من نعمة انتشر سرها في البحر والبر اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية صلى الله عليه وبرز فيها في كلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وأقبل عليه وآية الإقبال صلى الله عليه صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به وينبسط في قلبي نور سر تعلقي به وحبي ويكتب بها بعناية الله في حسبي وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صوت المجد بقربي صلى الله عليه وتفيأ ذلال الشرف الأصلي بودي وحبي ما عطر الأكوان بنسر ذكراهم نسيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أما بعد فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار تخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانفلقت بيضة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين حاول لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبطون فما من صلب ضم إلا وتمت عليه من الله النعمة وهو القمر التام
الضم الذي يتنقل في بروجه ليتشرف بموطن استقراره ومواضع خروجه. وقد قضت لك دار الأزلية بما قضت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصصت. فكان مستقر في الأسلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر. ونورا حير الأفكار ظهوره وبهر فتعلقت همة الراكب لهذه الحروف بأن يركم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف. وإن كانت الأمثلة في بعشر أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين. وإلا فأن تعرب الأكلام عن شؤون خير الأنام، ولكن هزني إلى تدوين ما حفظت من سر أشرف المخلوقين وما أكرم الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين. وبقيت رايات في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولاعج التشوق إلى سماء أوصافها العظيمة. ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروحان بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا رسول الله سلام عليك، يا رسول الله سلام عليك، يا رفيع عاشا، يا رفيع عاشا، يا رفيع عاشاني والدرج. يا رسول الله سلام عليك، يا رفيع عاشا، يا رفيع عاشا، يا رفيع عاشاني والدرج. كل بيت أنت ساكنه ليس منتجا، ليس منتجا، ليس منتجا إلى سروجي. يا رسول الله سلام عليك، يا رفيع عاشا، يا رفيع عاشا، يا رفيع عاشاني والدرج. ومريد أنت عائده قد أتاه، قد أتاه، قد أتاه بالفرج.
والدرج أهل بيت المصطفى الطهور هم أمان الأرض فالذاكرين شبهوا بالأنجم الظهوري مثل ما قد جاء في السنن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عطفة يجيرة العالمين يا رهيع الجود والكرم سفين للنجاة إذا حفظت من طوفان كل أذى فانجو فيها لا تكون كذا واعتصم بالله واستعيني يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عطفة يديرة العالمين يا وهيل الجود والكرم ربي فانفعنا ببركاتهم واهدنا الحسنى بحرمته وأمتنا في طريقته ومعافاته من الفتن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عطفة يديرة العالمين يا وهيل الجود والكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وقد آن للقلم أن يخط ما حركت فيه الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل صلى الله عليه وشمائل التي هي أحسن الشمائل وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار ليتشرف بكتابة القلم والقرطاس وتتنزه في حدائق الأسماع والأبصار وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله هو النور المودع في هذه السورة فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم
ومنه تفرع الوجود وخلقا بعد خلق فيما حدث وما تقادم صلى الله عليه وقد أخرج عبد الرزاق بسند عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نور. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث صلى الله عليه. وقد تعددت الرواية بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا صلى الله ولما عليه. السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية صلى الله عليه. فاستودع هذا النور المبين أصلب وبطون ما شرفه من العالمين فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم عليه السلام حتى أوصلت يد العلم القديم إلى من خصصت بتكريم أبي الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم وأمي التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها صلى الله عليه فضمت وشاوى بمعونة الله محافظة على حق هذه الذرة وصونها فحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا نشكو من ولم ولا عنلا حتى مر الشهر بعد الشهر من حمله وقرب وقت بروزنا عالم الشهادة لتنبسط على هذا العالم فيوضات فضل وتنتشر فيه آثار مجد الصميم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ومنذ علقت به هذه الدرة المكنونة والجوهرة المصونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج صلى الله عليه بقرب ظهور إشراق هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه صلى الله عليه. وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام صلى الله عليه. ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بقدر الفرح بملاقاة أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور صلى الله عليه. فأظهر
الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى لنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا نفس الطيب باللقاء يا عين قري أعينا يا نفس طيبي باللقاء يا عين قري أعينا هذا جمال المصطفى أنواره لاحت لنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا طيبة ماذا نقول وفيك قد حل الرسول يا طيبة ماذا نقول وفيك قد حل الرسول وكلنا نرجو الوصول لمحمد نبينا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا
محي الظلام والآل وصحب الكرام أنشدا بشرى لنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا والثمر أنجز وحده والبشر أضحى معلنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا وسما في النجم حين هوى المعافى والسقيم سوى فاخلع الكونين عنك سوى مولى العرب والعجم يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي سيد السادات من مضري غوث أهل البدو والحضر سيد السادات من مضري غوث أهل البدو والحضر صاحب الآيات والسور منبع الأحكام والعجم يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي ما رأت عين وليس ترى مثل طه في الورى بشرا ما رأت عين وليس ترى مثل طه في الورى بشرا خير من فوق ثرى أثرى طاهر الأخلاق والشيم يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي وبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي اللهم صل وسلم وبارك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فحين قرب وضع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرض ومن فيهن بالترحيب
وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تسج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تهج. سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر. والقدرة كشفت قناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور. صلى الله وفد الحق على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السماط الممدود. صلى الله وبرت بتوفيق الله سيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الهور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. متى الوقت الذي رتب الله على حضور وجود هذا المولود فانفلق سبه الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مدعنا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد. صل عليه. أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس يا رسول الله وسرور قد تجدد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك. فاضربوا يا أهل المساني فاهذروا اليمن والرد واستطيعوا بجمال يا رسول الله فوق في الحسن تفرد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك. لنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المؤبد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. فلربي كل حمد جل أن ينصره العد إذ هبنا بوجود المصطفى الهادي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك.
بك نسعى مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وبجاهه يا إلهي مرحبا جند وبلغ كل مقصد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين واهدنا على محمد سبيلي مرحبا مرحبا كي به نسعد ونرسل مرحبا 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 يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين الله مرحبا مرحبا ربي بلغنا بجاه مرحبا مرحبا في جوار خير مكعد الله مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين الله مرحبا مرحبا صلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد صلوا عليه وسلام مستمر كل حين يتجدد صلى الله على محمد مرحبا رسول صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا حبيب صلى الله عليه وسلم مرحبا اللهم صل على محمد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بالعصوب وتلين بها الصعوب وعلى آله ومن إليه منسوب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. وكان عكرمة رحمه الله تعالى يقول أكثروا من النية الصالحة فإن الرياء لا يدخل في النية. Ikrimah beliau mengatakan, perbanyaklah daripada niat-niat yang baik, karena sesungguhnya riya tidak akan masuk kepada niat. Jadi kalau niat itu riya tidak mungkin masuk. Karena apa? Karena niat tempatnya ada di hati. Tapi kalau amal bisa ikhlas, bisa tidak ikhlas.
Bisa ikhlas, bisa riya. Sembahyang Allahu Akbar, iso ikhlas, iso tidak ikhlas. Cek ketok maratuwa BI oleh warisan kan ngono ya. Arya berarti kadang ikhlas, kadang tak bisa ikhlas. Tapi kalau niat itu pasti ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau semakin ria beb melarat beb niat lagi tak apa-apa. Kaulah mondi pese haji. Mate ki durung haji oleh niata. Ki mon ono duwe temen ya haji ya Pak. Engko ono duwe temen wurung haji engko diputer ae tuku motor beb. Nah, pernah satu cerita ada kakak yang ahli maksiat ada di atas main gitar, mabuk, perempuan. Ada adik yang ahli taat, baca kitab, baca Al-Quran, baca semua. Yang atas kakaknya ahli maksiat, yang adik ahli taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara niat. Yang kakak punya rasa, ya Allah, sampai kapan aku gini? Maksiat terus ning Allah Subhanahu wa taala. Semua sampai kapan saya kayak gini nih? Niat turun untuk mengikut adiknya. Melok sembahyang, melok ngaji. Sing adik tengah itu dia mosok kate ngaji tok. Kepingin coba ro rasane wong wedok ya opo. Mosok kate ngaji ya apa rasane khamr ini bagaimana? Yang satu kakaknya ahli maksiat punya niat makanya niat itu perlu. Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, gurunya Habibullah Haddad. Habib Umar ini di Embi Pak. Habib Umar ini nekan di Embi eromat sampai raja. Ketika besar beretamoy. Habib Umar ngomong sama haddamnya, Cong, beli gimbi Cong, untuk hormat tamu. Kambing yang saya hormat mulai kecil itu sembelih. Enten beb, tak ganti dumbi beb, tak ganti loro, nangis terus. Enda beb, tak ganti 3, terus nangis. Tak ganti 4 beb, terus. Tak ganti. Habib mau berapa tak ganti beb? Katanya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, enggak, saya bukan mau bingung kamu ganti berapa, enggak. Yang saya takutkan nasib saya sama seperti kambing ini. Mulai kecil kambing ini tak rumah, tapi ketika besar dagingnya tidak bisa saya nikmati. Yang saya takutkan sekarang saya termasuk orang yang qutbul anfas, orang istimewa. Yang saya takutkan nanti ketika akhir umur saya su'ul khotimah. Mudah-mudahan kula kali panjenengan husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu pernah didatangi sama satu pemuda. Ya Imam, ya Syekh, apakah bisa saya pemabuk dirubah sama Allah menjadi orang yang taat? Nah, bala bisa, pasti bisa. Apakah bisa ya Syekh saya yang pemabuk jadi kutub seperti kamu, qutbul ghaus, jadi kutub seperti kamu, pemimpin pada kutub zaman itu? Apakah bisa saya pemabuk jadi wali seperti kamu? Nah, bala bisa. Akhirnya pemuda ini mengatakan, ya Syekh, apakah bisa kamu yang sekarang mendapatkan kedudukan wali min auliya illah dirubah seperti saya? Baka Syekh Abdul Qadir Jalani, menangis Syekh Abdul Qadir, hatta bala lihyatuhu, sampai jenggotnya ini membasahi. Syekh Abdul Qadir mengatakan, na'am, bala bisa. Yang sekarang saya ini orang istimewa di hadapan Allah, bisa-bisa saya mati su'ul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil
khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Makanya para ulama mengajarkan kalau sampean baca di Simtud Duror, sampean baca di Diba, sampean baca di maulid manapun, pasti di akhirnya ya Allah ikhtim lana bil husnil khatimah, ya Allah akhiri umur kami dengan husnul khatimah. Tidak ada yang tahu Pak. Kaula kali panjenengan mati kapan tak tahu. La'allaka ghadan, mungkin besok. La'allaka al-yaum, mungkin hari ini. Ya tidak tahu. Tidak tahu kita mati kapan. Kadang-kadang kula kali panjenengan tojuk bi kanca kaula besoknya almarhum. Kanca kaula banyak sing mati. Apa boleh orang yang sing tua ria kanca banyak sing mati. Kanca kaula umur 30 kaula nikah. Kanca kaula banyak sing mati. Apa boleh kaula kali sing tua-tua ria. Ayo kalau kita kepingin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, terus mempunyai niat yang baik, mudah-mudahan akhir kalam kita mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana anfa'na bi barakatihim wa hadinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa amitna fi tariqatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin fitani. Hadza minni wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Wa hina baraza sallallahu alaihi wasallam min batni ummihi baraza rafi'an darfahu ila as-sama' mu'miyan bidzalika ar-raf'i ila anna lahu syarafan ala majduhu was-sama'. وكان مولد سيد الكونين من الشهور شهر ربيع الأول ومن الأيام يوم الاثنين وموضع ولادته وقبره بالحرمين. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مختونا مكحولا مقطوعا سرة تولد ذلك لشرفه عند الله أيدي القدرة. ومع بروزه إلى هذا العالم ظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبائب. فقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف عن أمه الشفاء رضي الله عنهما قالت لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يدي فاستهل فسعبت قائلا يقول رحمك الله أو رحمك ربك صلى الله عليه. قالت الشفاء فأضاء له ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعض كسور الروم. قالت ثم ألبسته وأضجعته فلم أنشب أن غشيتني ظلمة ورعب وكشاريرة عن يميني فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المغرب صلى الله عليه. وأسفر ذلك عني ثم عاودني الرعب والظلمة والكشاررة عن يساري فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المشرق صلى الله عليه. قالت فلم يزل الحديث مني على بال حتى ابتعثه الله فكنت من أول الناس إسلاما. وكم ترجمت السنة من عظيم المعجزات وباهر الآيات البينات بما يقضي بعظيم شرفه عند مولاه صلى الله عليه وأن عين عنايته في كل حين ترعاه وأنه الهادي إلى الصراط المستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وبارك عليه
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى صلى الله عليه. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا صلى الله عليه. وأوصاهم بالمؤمنين حلما ورفاقا بالرؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا صلى الله عليه. والخلق السان واللفظ المحتوي على المعنى الجزل إذا دعاه المسكين وأجابه إجابة مؤجلة صلى الله عليه. والأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة والمسؤول أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية صلى الله عليه. والمشرق به تعذرت الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيرت المجالس والمحاور صلى الله عليه. فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد بخلقه وخلقه بأشرف خصوصية. فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن سيد الوجود صلى الله عليه. جملت في وصف الحبيب وشني ولو العلا في مجدي ومكاني صلى الله عليه. أوصف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم السواب عنانه صلى الله عليه. وقد انتشط القلم في تذوين ما أفاده العلم من وقاء مولد النبي الكريم صلى الله عليه وحكاية ما أكرمه الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم صلى الله عليه. وعسن مني أن أمسك أعنة الأكنان في هذا المكان وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن الختم كما يحسن التكذيب فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما ندم الفكر من دراري العوصف المحمدية الوجودة توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعل فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في توجهات الخالصات والصلات الموصولة
اللهم يا من إليه تتوجه الأعمال فتعود ضافرا وعلى باب عزته تحط الرحال فتشاهى منه الفيوضات الغامرة نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي أمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيد سرك وحامل راية دعوتك شاملة ألا بالأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخار في كل موطن من مواتن القرب ومدهر قاسم إمدادك في عبادك وساقي كوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل هدرة اقترابه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أدوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في هدرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طريق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المعدين ولأهدك من الحافدين اللهم إنا لنا أطمعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمعمل بما عمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظاهره وأما ببركاته وشريف وجاده أولادنا وأهل قدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورا ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورا معنى واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين
وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيد بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين واختم لنا منك أجمعين وصلي وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نختم هذا الدعاء المولد شمت الدرار في مجلس دار المحبوب